عمرك صحيت من النوم وحسيت إنك مش لوحدك؟ مش مجرد قلق، الإحساس اللي يخليك خايف تتحرك أو تبص لتتأكد إن إحساسك حقيقي. الليلة دي أنا حسيت الإحساس ده بالظبط، واللي زوده وخلاني أترعب بجد إني سمعت صوت بره الأوضة، حاجة بتتحرك وبتقرب. في الأول فكرت إني بحلم، بس لما ركزت الصوت ده ما كانش حلم، كان واضح. حاجة بتقرب لباب الأوضة، وبعدين وقف فجأة، كان عند الباب بالظبط. واللي حسيته حصل، مقبض الباب اتحرك حركة بسيطة، كأن في إيد ماسكاه، بس من غير ما يتفتح. وقتها ما اتحركتش، كنت بص على مقبض الباب مستنية أي حاجة تحصل، بس مفيش حاجة حصلت. فضل ثابت كأن محدش لمسه، بس أنا شفته، أنا متأكدة إني شفته. بدأت أتحرك ببطء من غير صوت، وقربت من الباب خطوة خطوة، وكل ما بقرب الإحساس بيزيد. وبعدين مسكت المقبض وفتحته بهدوء. الطرقة كانت فاضية، ما كانش فيها حد، بس نور الصالة كان شغال. حد صاحي والدنيا طبيعية، ما كانش في حاجة غريبة. قفلت الباب ورجعت مكاني، قعدت شوية بحاول أقنع نفسي إني كنت بحلم أو بيتهيألي، بس الغريب إني ما كنتش مصدقة. وفضلت صاحية مركزة على الباب مستنية المقبض يتحرك تاني، بس ما اتحركش ولا أي صوت. الدنيا هديت بس مش مريحة. عدى شوية وقت وأنا لسه مركزة مع الباب، ومفيش أي حاجة حصلت. بس وأنا قاعدة خدت بالي من حاجة صغيرة. نور الطرقة كان شغال من شوية، دلوقتي مطفي. ما سمعتش حد قايم ولا حد عدى، كل حاجة كانت ساكتة زيادة، والسكون ده ما كانش مريح. تاني يوم صحيت وخرجت من الأوضة، والصالة كان فيها صوت وريحة أكل وكلام عادي. قعدت معاهم بحاول أتصرف عادي، بس جوايا ما كنتش مرتاحة. ولما جه وقت الغدا كنا قاعدين على السفرة بناكل وبنتكلم، وفجأة الكرسي اللي جنبي اتحرك، اتشد سنة لورا بصوت خفيف بس واضح، كأن حد سحبه وقعد. اتخضيت وقمت من مكاني وبصيت عليه وقلت مين اللي حرك الكرسي ده؟ وطبعا الضحك اشتغل، واللي يقول كرسي ايه اللي اتحرك، واللي يقول انت بيتهيألك بس، والكلام اللي بيتقال في اي موقف ملوش تفسير. سكت وبصيت تاني، لقيت الكرسي مكانه زي ما هو، ولا اتحرك ولا حاجة. رجعت قعدت، بس وانا ببص على الكرسي تاني حسيت بحاجة غريبة. الكرسي كان واطي سنة، مش زي باقي الكراسي الفاضية، كأن في حد قاعد عليه. الليلة دي ما نمتش بسرعة، كان تفكيري مشغول بالموقف ده، وكل شوية افتكر شكل الكرسي واحاول اقنع نفسي اني اتوترت شوية. بس كل مرة كنت افتكر الاحساس مش المنظر، احساس ان في حد كان قاعد فعلا. فضلت فاتحة عيني ببص للسقف لحد ما سمعته تاني، نفس الصوت، خفيف بطيء، بس المرة دي ما كانش عند باب اوضتي، كان بره جاي من اخر الطرقة. اتعدلت مكاني وفضلت اسمع بتركيز. الصوت كان بيتحرك بهدوء، شوية يقرب وشوية يبعد، كأن في حد ماشي لوحده في البيت بطريقة غريبة، لا سريع ولا بطيء. الخطوات كانت تقف أوقات وترجع أوقات، كأنها واقفة قدام حاجة أو مستنية حاجة. وفجأة الصوت وقف خالص، وساعتها حسيت إن قلبي وقف معاه. فضلت مستنية أي حركة، أي صوت، بس مفيش. السكون رجع تاني تقيل لدرجة إني بقيت سامعة صوت نفسي، وكل ما الوقت يعدي كنت بتوتر أكتر، لأن الإحساس ما اختفاش، بالعكس كان بيزيد. كأن في حد لسه واقف بره، ما بيتحركش بس موجود. فضلت بص ناحية الباب مستنية الخطوات ترجع تاني، واللي حصل إني سمعت الصوت تاني فعلا، بس مش بره الأوضة، كان جوه. في اللحظة دي أنا اتجمدت مكاني، لأن الصوت كان ورايا بالظبط، خفيف لدرجة إني في الأول افتكرت وهم، بس لما ركزت سمعته تاني. صوت نفس واطي وبطيء، كأن في حد واقف قريب مني جدا. ما قدرتش أتحرك، فضلت ثابتة وعيني على الباب، كأني لو بصيت ورايا هشوف حاجة مش المفروض أشوفها. وصوت النفس كان لسه موجود، هادي وقريب زيادة، لدرجة إني بقيت حاسة بيه أكتر ما أنا كنت سامعاه. حاولت أقنع نفسي إنه صوتي أنا، بس أنا كنت حابسة نفسي أصلا. وفجأة النفس اختفى، خدت نفسي بسرعة ولفيت ورايا. الأوضة كانت فاضية تماما، ما فيهاش أي حاجة. بس وأنا ببص حواليا خدت بالي من حاجة، باب الدولاب كان مفتوح سنة صغيرة. وقفت أبص له شوية وأحاول أفتكر، هو كان مفتوح كده
ولا لأ. بس المشكلة إني فعلا ما كنتش فاكرة. فضلت بص على الدولاب شوية مستنية أي حاجة تحصل، بس مفيش. كل حاجة رجعت هادية بشكل يخوف أكتر. قفلت باب الدولاب ورجعت مكاني، بس ما قدرتش أنام. فضلت صاحية وقت طويل بحاول أطمن نفسي، لحد ما بعد فترة غصب عني نمت. تاني يوم صحيت متأخر وجسمي كله مرهق كأني ما نمتش. خرجت من أوضتي وحسيت البيت هادي، الهدوء اللي يخليك تحس إن في حاجة ناقصة. بصيت ناحية الصالة ملقتش حد، مع إن الوقت متأخر. فضلت واقفة شوية مستغربة، وفجأة سمعت صوت ضحك طلع من الصالة. اتخضيت وبصيت بسرعة، لقيت أهلي قاعدين عادي والكلام شغال والدنيا طبيعية. وقفت مكاني لحظة مش فاهمة حاجة، لأني متأكدة إن الصالة كانت فاضية من ثواني. حاولت أطنش ورحت قعدت معاهم، بس طول ما أنا قاعدة ما كنتش قادرة أتخطى إحساس إن في حد مركز معايا أنا بس. مش قادرة أحدد ليه ولا منين جاي الإحساس ده، بس كان واضح زيادة عن اللزوم. طول اليوم ما كنتش قادرة أبطل تفكير في اللي بيحصل. كل مرة أقول لنفسي إني هبطل أهتم، وإني لو اتجاهلت الموضوع هيختفي لوحده. بس الحقيقة إني كنت مستنية أسمع أو أشوف أي حاجة تأكد لي إن اللي بيحصل حقيقي. ولما جه الليل لقيت نفسي مستنية أكتر ما أنا خايفة. أول ما دخلت أوضتي قفلت الباب وقعدت على السرير ساكتة ومستنية. عدت دقايق ومفيش حاجة حصلت، ولا صوت ولا حركة ولا أي حاجة، لدرجة إني بدأت أحس إني كنت مكبرة الموضوع. وبمجرد ما بدأت أهدى شوية سمعت نفس الصوت، خفيف بعيد في آخر الطرقة. بس المرة دي ما استنتش، قمت من مكاني وفتحت الباب. وفي نفس اللحظة الصوت وقف. وقفت مكاني مستنية، بس المكان فجأة بقى هادي بشكل غريب. الهدوء نفسه كان مقلق. خرجت من الأوضة وبصيت حواليا، بس برضه ما حصلش حاجة. فضلت واقفة ثواني مش عارفة أرجع ولا أكمل. وبعدين لفيت ورجعت لأوضتي، وأول ما رفعت عيني اتجمدت مكاني. لقيت كتاب على السرير. الكتاب ده أنا عارفاه، بقالي فترة بقراه، بس من ساعة اللي حصل ما فتحتوش أصلا. فضلت بصاله شوية وبحاول أفهم إيه اللي جابه هنا، لأني كنت متأكدة من حاجة واحدة، إني بقالي أيام ما قربتش من أي كتاب. فضلت مصدومة مكاني وأنا بصاله، كأني مستنياه يختفي أو ألاقي تفسير يريحني، بس ولا أي حاجة. الكتاب فضل مكانه زي ما هو، وبعد شوية مديت إيدي ومسكته. كان نفس الكتاب فعلا، الكتاب اللي كنت بقراه من فترة واللي آخر مرة شفته كان موجود في المكتبة. قعدت على السرير وأنا ماسكاه وبدأت أراجع اليوم كله في دماغي. يمكن حد دخل الأوضة، يمكن حد من البيت جابه، يمكن أي حاجة. بس كل فكرة كانت بتقع لوحدها من دماغي، لأن كل اللي في البيت كانوا نايمين، وأنا أصلا كنت قاعدة على السرير من بدري وما كانش فيه أي كتاب. يا دوب خرجت ورجعت لقيته قدامي. رفعت عيني ناحية الباب ورجعت بصيت للكتاب تاني. لأول مرة من بداية اللي بيحصل حسيت إني واقفة قدام حاجة ما أقدرش أضحك عليها ولا أقول إنها تهيؤات. الكتاب كان قدامي وماسكه بإيدي، وده لوحده كان كفاية يخوفني أكتر من أي صوت سمعته. وقتها ما فتحتش الكتاب ولا حاولت أعرف إيه اللي جواه. حطيته جنبي وفضلت قاعدة شوية بفكر في اللي عمال يحصل لي من أول يوم. كل مرة كنت بحاول أقنع نفسي إن في تفسير، وكل مرة كان يحصل حاجة تخلي التفسير ده يقع. بصيت للكتاب تاني وساعتها جاتلي فكرة، لو فعلا في حاجة ورا كل ده يبقى أكيد هتعرف تكرر اللي حصل. قمت من مكاني وخرجت من الأوضة والكتاب في إيدي. مشيت للمكتبة ورجعته مكانه بنفسي، واتأكدت إنه بين باقي الكتب في نفس الرف. وفضلت واقفة ثواني وأنا ببصله كأني بحاول أحفظ مكانه. والمرة دي ما كنتش مستنية صوت ولا حركة ولا أي حاجة، كنت مستنية حاجة واحدة بس، أشوف إذا كان هيفضل مكانه ولا لأ. رجعت لأوضتي وفضلت مستنية وأنا فاكرة إن الموضوع مش هياخد وقت، وإني هسمع حاجة أو ألاقي حاجة اتغيرت. لكن الوقت عدى وكل حاجة فضلت زي ما هي، وما حصلش حاجة الليلة دي، على الأقل مش الحاجة اللي كنت مستنياها. كل شوية كنت أبص ناحية الباب أو أمد إيدي للموبايل وأبص في الساعة مستنية أي حاجة تكسر الهدوء، بس مفيش. وكل ما الوقت يعدي كنت بحس إني غلطت، وإني بنيت في دماغي قصة أكبر من الحقيقة، لحد ما غلبني النوم. تاني يوم لما صحيت أول حاجة عملتها إني خرجت من أوضتي ورحت للمكتبة. مشيت على طول ناحية الرف اللي حطيت فيه الكتاب وعيني عليه من بعيد. مكانه كان فاضي. وقفت ثانية يمكن بصيت غلط، قربت أكتر وبدأت أبص على باقي الكتب، بس مفيش، الكتاب اختفى. المفروض إني أتوتر أو أخاف، لكن الغريب إني مستغربتش، كأن جزء جوايا كان مستني ده يحصل. فضلت واقفة شوية وبعدين رجعت أبص للرف مرة أخيرة، وساعتها خدت بالي من حاجة.
مكان الكتاب كان فيه كتاب تاني أنا عمري ما شفته قبل كده. أنا فضلت واقفة قدام الرف وبص للكتاب مش مستوعبة امتى جه هنا ولا راح فين الكتاب التاني. قربت منه وسحبته من مكانه. كان كتاب عادي، ولا شكله غريب ولا قديم ولا في أي حاجة تلفت النظر، وده يمكن كان أغرب حاجة فيه. قلبت الغلاف وبصيت للاسم، محاولتش أفتكر إذا كنت شفته قبل كده ولا لأ، لأني متأكدة إني لو كنت شفته كنت هفتكره. فضلت ماسكاه شوية وأفكر، وأول مرة سؤال مختلف يجي في دماغي. السؤال ما كانش إيه اللي بيحصل، لكن ليه الكتاب ده؟ ليه هو بالذات؟ لأن لو اللي بيحصل معايا مقصود يبقى أكيد في سبب، وأكيد في حاجة أنا مش شايفاها. بصيت حواليا على المكتبة كلها، وبعدين رجعت بصيت للكتاب تاني، وساعتها قررت أخده معايا. أخدت الكتاب ورجعت لأوضتي وقفلت الباب وقعدت على المكتب وفتحت الكتاب، وأنا حاسة إن جيلي وقت أخيرا أفهم كل اللي بيحصل. بدأت أقلب صفحاته بسرعة في الأول، وبعدين بهدوء، وأنا كل شوية أفتكر إزاي ظهر مكان الكتاب التاني وأرجع أدور أكتر. لكن كل ما أقلب في الصفحات ملاقيش أي حاجة، لا ورق مستخبي ولا علامات ولا أي حاجة غريبة، لحد ما وصلت لآخر صفحة وقفلت وبصيت له شوية مستغربة، لأن كل اللي حصل المفروض كان يبقى ليه سبب، لكن الكتاب كان عادي جدا. فضل الكتاب على المكتب باقي اليوم، وكل ما أبصله أفتكر اللي حصل، وكل مرة كنت أسأل نفسي نفس السؤال: ليه هو بالذات؟ مش لأن كان في حاجة مميزة، لكن لأن وجوده نفسه ما كانش منطقي. ومع الوقت بدأت ألاحظ حاجة: كل اللي حصل معايا من البداية كان بيشبه بعضه، المقبض والكرسي والخطوات والكتاب، ولا مرة لقيت تفسير جاهز ولا مرة لقيت إجابة واضحة. كل مرة كان في حاجة تحصل وتسيبني أفكر لوحدي، وساعتها بطلت أسأل نفسي إيه اللي المفروض ألاقيه، وبدأت أسأل سؤال مختلف: إيه اللي المفروض أخد بالي منه؟ ومن يومها بقيت بتعامل مع كل حاجة بشكل مختلف، مش بدور على تفسير ومش مستنية حاجة تحصل، لكن أي حاجة غريبة كنت بحاول أفهم ليه حصلت، مش إزاي حصلت. الكتاب فضل على المكتب زي ما هو، وعدى اليوم من غير أي حاجة جديدة، وده كان غريب لوحده، لأن كل مرة أحس إن الموضوع هيهدى كان يحصل حاجة بعدها ترجعني لنفس الدوامة. بس المرة دي مفيش حاجة حصلت، ولا بالليل ولا تاني يوم، لدرجة إني بدأت أحس إني وصلت لطريق مسدود. وفي اليوم اللي بعده كنت قاعدة على المكتب والكتاب كان قدامي، بصيت له ثواني وبعدين بعدت عني شوية كأني زهقت من التفكير فيه. رجعت سندت ظهري لورا وفضلت ساكتة، مش بفكر في الكتاب ولا الكرسي ولا أي حاجة حصلت. بس فجأة لقيت نفسي بقول لو في حاجة أنا مش شايفاها وريها لي. أول ما قلتها استغربت نفسي أوي، كأني بكلم حد، رغم إن طول الوقت كنت بحاول أقنع نفسي إن مفيش حد أصلا. استنيت شوية، مفيش حاجة حصلت، لا صوت ولا حركة ولا أي حاجة اتغيرت. قمت من مكاني وطفيت النور ورحت أنام، بس قبل ما أغمض عيني افتكرت الجملة اللي قلتها، والأول مرة من بداية كل اللي بيحصل ما حسيتش إني بكلم نفسي. تاني يوم صحيت وأنا مستنية، مش عارفة مستنية ايه بالظبط، بس كان جوايا إحساس إن في حاجة هتحصل. عدى اليوم كله كل حاجة كانت طبيعية، كأن الجملة اللي قلتها الليلة اللي فاتت كبرت الموضوع أكتر من اللازم. رجعت أوضتي بالليل والكتاب كان لسه على المكتب زي ما هو، ما قربتش منه ولا حتى بصيت ناحيته كتير. اليوم اللي بعده كان شبه اللي قبله، مفيش حاجة ولا أي تغيير حصل. الغريب إن الفضول ما اختفاش. كل ما الوقت كان يعدي كنت بفكر أكتر، مش في الكتاب نفسه، في السبب. ليه ظهر؟ وليه اختفى؟ وليه ظهر غيره؟ وفي الليلة التالتة دخلت أوضتي ورميت مفاتيحي على المكتب، وبالصدفة بصيت ناحية المكان اللي كنت سايبة فيه الكتاب، وساعتها عرفت إن الهدوء ده ما كانش نهاية أي حاجة، لأني ملقتش الكتاب موجود. وقفت أبص على مكان الكتاب وبدأت أدور عليه في الأوضة كلها عشان أتأكد من حاجة، لكن بعد ما دورت في كل مكان واتأكدت إنه مش هنا، كان في مكان واحد بس جه في دماغي، ومن غير تفكير اتحركت عليه على طول. وقفت قدام الرفوف وعرفت إني كنت صح، لقيت الكتاب فعلا موجود هنا. بس الغريب إن لقيت الكتاب القديم اللي اختفى أول مرة موجود جنب الكتاب اللي كان معايا. فضلت أبص للمشهد قدامي شوية، لأن اللي حصل ما كانش مجرد حاجة اختفت ورجعت، ولا مجرد حاجة اتحركت من مكان لمكان، كأن في ترتيب معين أنا مش شايفة اللي وراه، وكأن اللي بيحصل بقى يحاول يقودني لحاجة من غير ما يقولها بشكل مباشر. ساعتها وأنا واقفة بفكر قلت بصوت واطي: هو أنت بتحاول توصلني لإيه؟ وفجأة اتقطع تفكيري على صوت مامتي وهي بتناديني. لفيت ناحيتها لقيتها واقفة ورايا وفي ايديها ساعة، ولقيتها بتقولي: الساعة دي بتاعتك؟ مفكرتش كتير،
هزيت راسي واخدت منها الساعة وما سألتش جت منين، وهي ما قالتش حاجة زيادة، ادتها لي ورجعت اوضتها. وانا فضلت ابص للساعة في ايدي، ما كنتش فاهمة اذا كانت دي الاجابة ولا مجرد اتجاه جديد. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش اتجاهلها كانت التوقيت، لان طول الفترة اللي فاتت كل حاجة كانت بتحصل بعد وقت، لكن المرة دي كان مختلف. الرد جه بسرعة قوي. رجعت اوضتي وحطيت الساعة على المكتب وفضلت افكر. يمكن كانت خطوة جديدة، ويمكن كانت مجرد بداية لحاجة أكبر، لكن مهما كان معناها ما كانش عندي أي طريقة أفهمها دلوقتي. وفي النهاية ما كانش قدامي غير إن أستنى، ومن يومها فضلت مستنية. في الأول كنت فاكرة الموضوع مسألة وقت، يمكن يوم، يمكن يومين، وكل ما أبص للساعة أحس إن في حاجة ناقصة، كأن المفروض يحصل حاجة بعدها. لكن عدى يوم، في التاني، في التالت، وفضلت الأيام تعدي من غير أي علامة جديدة أو حتى إشارة. حتى الإحساس اللي كنت متعودة عليه اختفى، لدرجة إني بدأت أسأل نفسي إذا كنت فهمت الإشارة غلط من الأساس. بس في كل مرة كنت أبص فيها للساعة كنت أفتكر التوقيت اللي ظهرت فيه، فأرجع وأقول لنفسي لأ، أكيد في حاجة. بس الأيام كانت بتعدي ومفيش أي حاجة بتتغير، لحد ما بدأت أحس إن الطريق وقف تاني. لكن كل ما كنت أوصل للفكرة دي كان في حاجة تمنعني أقتنع بيها، لأن مهما حاولت أقنع نفسي إن الموضوع انتهى كانت الساعة لسه قدامي، الدليل الوحيد اللي ظهر بعد سؤالي. وفي الآخر وصلت لحاجة بسيطة: لو الطريق وقف فعلا يبقى مفيش حاجة أخسرها. مديت إيدي وأخدت الساعة وبدأت أبص فيها من جديد، وما كنتش مستنية حاجة تحصل ولا مستنية إشارة. كنت بدور بنفسي، يمكن في حاجة ما خدتش بالي منها، أي تفصيلة، أي علامة، أي حاجة تفسر ليه هي بالذات. فضلت أقلب فيها أكتر من مرة وبصيت فيها من كل ناحية، واللحظة لمعة صغيرة لفتت انتباهي، مش من الساعة نفسها، كأن الضوء انعكس على حاجة صغيرة جدا فوضحها. رفعتها أقرب لوشي ولفتها بنفس الزاوية تاني. ساعتها بس قدرت أشوفها حروف صغيرة جدا محفورة في مكان ما كنتش هلاحظ وجوده بسهولة. فضلت أبص لها شوية وأقراها أكتر من مرة، وساعتها حسيت إن الطريق ما كانش واقف. الاسم كان بسيط جدا، عمرو. بس أخيرا كان في حاجة أقدر أكمل منها زي ما توقعت. ومن وقتها فضلت تقريبا 3 أيام كاملين ما بعملش أي حاجة غير إني أحاول أفهم إيه علاقة الاسم بكل اللي بيحصل. رجعت للكتب تاني وقلبت فيها من أول وجديد، ودورت شوية على أي حاجة ممكن تربط الاسم بأي تفصيلة شفتها قبل كده. لكن كل مرة كنت أحس إني قربت أوصل لحاجة كنت برجع لنفس المكان تاني. لا الكتب قالت حاجة، ولا الساعة، ولا حتى ظهرت أي إشارة جديدة. ومع الوقت بدأت أسأل نفسي: أنا فعلا ماشية صح، ولا أنا اللي بقيت أحاول أربط أي حاجة بأي حاجة وخلاص؟ خصوصا إن من ساعة ما لقيت الاسم ما حصلش أي حاجة جديدة. ومع الوقت بدأت حياتي ترجع لطبيعتها واحدة واحدة، لأني وصلت لمرحلة ما بقيتش عارفة أعمل فيها أكتر من اللي عملته. ورجعت للشغل والبيت والعيلة ونفس الروتين اللي كنت عايشة قبل كده. والغريب إن مفيش حاجة حصلت، ولا إشارات، ولا أي حاجة تخليني أرجع أكمل، لدرجة إني بدأت أحس إني كنت مستنية حاجة مش هتيجي أصلا. وبعد فترة وأنا بروق الأوضة بتاعتي وقعت عيني على ورقة وسط شوية أوراق قديمة متخزنة. افتكرتها في الأول ورقة عادية، لكن شكلها كان مختلف عن باقي الأوراق، وده اللي لفت نظري ليها. ولما فتحتها لقيت مكتوب فيها جملة ما قدرتش أتجاهلها: في حاجة بتحصل معايا غريبة. وبدأت أخاف لأن الموضوع بيكبر، ولو حصل لي حاجة فأنا كنت هنا يوما ما. قعدت على المكتب ونورت الأباجورة وقربت الورقة مني، وفضلت أقرأ الورقة مرة واتنين وأحاول أفهم مين اللي كتب ده، وإيه اللي كان بيحصل له، والموضوع كان بيكبر إزاي، وإيه اللي كان مخوفه بالشكل ده، ويعني إيه فأنا كنت هنا يوما ما. طب راح فين؟ وكل ما كنت بقراها كانت الأسئلة بتزيد أكتر. ولما وصلت لآخر الورقة لاحظت حاجة صغيرة جدا ما كانتش مكتوبة بقلم، كانت أقرب لحروف محفورة في الورقة نفسها، صغيرة لدرجة إني مخدتش بالي منها في الأول. قربت الورقة مني أكتر وحاولت أقراها لكن ما قدرتش. فقمت جبت عدسة مكبرة وافتكرتها مجرد أثر من ضغط حاجة على ورقة وخلاص. لكن كل ما ركزت أكتر بدأت الحروف تظهر واحدة واحدة، وساعتها وقفت مكاني، لأن اللي كنت شايفاه ما كانش مجرد تشابه، كان نفس الإمضة ونفس طريقة الكتابة ونفس الاسم المحفور على الساعة: عمرو.
فضلت أفكر شوية إيه علاقة الاسم أو الشخص ده باللي بيحصل معايا وإيه اللي كان بيحصل معاه. لكن كل ما كنت بحاول أفهم أكتر كانت الأسئلة بتزيد أكتر، لدرجة إن حسيت إن خلاص دماغي هتنفجر. وفي الآخر حطيت الورقة على المكتب وقررت أنام، يمكن لما أصحى بكرة وأفكر بهدوء أفهم حاجة أنا مش شايفاها دلوقتي. وتاني يوم بعد الغدا بشوية كنا قاعدين بنتكلم عادي، وفجأة لقيتني بسأل: احنا بقالنا قد ايه في البيت هنا يا ماما؟ بصيت لي وقالت لي: ياه، بقالنا حوالي 17 سنة. هزيت راسي وانا بفكر شوية وقلت لها: طب وقبلها؟ قالت لي: كنا عايشين في بيتنا القديم، انت نسيتي ولا ايه؟ سكت شوية وكنت بحاول افتكر اكتر، وبعدين سألت: طب والبيت ده كان فاضي قبل ما نيجي هنا؟ قالت لي: اه كان مقفول، بس فاكرة ان باباك الله يرحمه كان أجره فترة بدل ما يفضل مقفول. وساعتها لقيت الكلام أخدني وسألتها مين اللي كان ساكن فيه. لقيتها بصت لي شوية باستغراب وقالت لي: وانا هفتكر ازاي؟ ده من زمان قوي. وبعدين فكرت ثواني كأنها بترجع بالزمن وقالت لي: بس على ما أتذكر كان شاب لوحده. وقتها فضولي زاد أكتر وقلت لها: كان اسمه إيه؟ لقيتها اتعصبت كده وقالت لي: وأنا أعرف منين؟ وبعدين إيه الأسئلة دي كلها؟ هو في إيه؟ في اللحظة دي سكت، لأني حسيت إني لو كملت هضطر أشرح حاجات أنا نفسي مش قادرة أفهمها لحد دلوقتي. وبعد ما اليوم خلص دخلت أوضتي وقعدت على السرير والساعة والورقة في إيدي، وفضلت باصة قدامي وسرحانة فيهم وفي كمية الأسئلة اللي في دماغي. وفي لحظة حسيت إن في حاجة بتتحرك قدامي، فوقت نفسي من السرحان وركزت في الحاجة دي. لقيت حد قاعد على المكتب. في الأول فكرت حد من إخواتي، لكن لو حد دخل أكيد كنت هياخد بالي حتى لو سرحانة. كان في ضوء هيدخل، كان هيعدي قدامي، لكن الباب ما اتفتحش أصلا. الشخص ده كان ظهره ليا وكان شكله زي ما يكون بيكتب حاجة، لكن حركة جسمه نفسها ما كانتش مريحة ومش ثابت. وكل كام ثانية يبص يمين وشمال ويكمل اللي بيعمله. أنا قمت من مكاني وبدأت أتحرك بهدوء وأنا مش فاهمة حاجة، لغاية ما وصلت عنده ووقفت جنبه بالظبط وفضلت أبص أشوف بيعمل إيه. وأول حاجة حسيت بيها كان صوت نفسه. كان بيتنفس بسرعة جدا، وكان في ورقة قدامه وبيكتب عليها بسرعة، وكل كام ثانية يرفع وشه ويبص حواليه بتوتر ويرجع يكمل كتابة. وفجأة رفع راسه وبص ناحيتي. في اللحظة دي أنا قلبي اتخطف واتجمدت مكاني، بس بعد كام ثانية فهمت إنه ما كانش باصص لي أنا، كان باصص على حاجة جنبي، حاجة في نفس المكان اللي أنا واقفة فيه، حاجة أنا مش شايفاها. بس اللي ركزت فيه في اللحظة دي نظرته كانت كلها خوف عمري ما شفته في عين حد قبل كده. فضل باصص كده حوالي دقيقة كاملة، وقام من مكانه بسرعة لدرجة إن الكرسي وقع، وفضل يتحرك لورا خطوة ورا خطوة وعينه مبرقة من الخوف، وهو بيهز راسه بيقول: كفاية، خلاص كفاية، ابعدوا عني. لغاية ما ظهره خبط في الحيط وفضل يهز راسه وهو بيحاول يبعد عينه عن الحاجة اللي قدامه. أنا كنت مصدومة من منظره ومن كتر الخوف اللي كان فيه. لفيت أبص على المكان اللي كان باصص عليه أشوف إيه اللي مخوفه للدرجة دي، لكن قبل ما أشوف أي حاجة كل حاجة وقفت فجأة واختفى. فضلت واقفة مكاني بحاول أستوعب اللي حصل. أنا كنت قاعدة هنا وصاحية مش نايمة ومش بحلم. فجأة شفت واحد قدامي شاف حاجة أنا مش شايفاها واتكلم واتحرك وبعدين اختفى. طب يمكن بتخيل؟ طب ازاي اتخيل حاجة بالتفاصيل دي كلها؟ صوت نفسه، حركة ايده، الكلام اللي قاله، الخوف اللي كان على وشه. هو انا شفت ده ازاي؟ طب هو كان خايف من ايه؟ وكان بيكتب ايه؟ انا ما شفتش الكلام اللي كان بيكتبه. وفي لحظة دماغي وقفت كل حاجة وركزت في اللي حصل كويس. رفعت الورقة وقريت المكتوب فيها تاني، بس المرة دي بشكل مختلف تماما. في حاجة بتحصل معايا غريبة، وبدأت أخاف لأن الموضوع بيكبر، ولو حصل لي حاجة فأنا كنت هنا يوما ما. رفعت عيني قدامي وفكرت: معقول اللي حصل ده ليه علاقة باللي مكتوب في الورقة؟ فضلت واقفة مكاني وبصل لنفس المكان ومش قادرة أبطل تفكير في اللي شفته. وكل ما أحاول أهدي نفسي دماغي تكون رافضة تتخطى اللي حصل، والأسئلة عمالة تدور وتلف على نفس الأسئلة. قعدت فترة طويلة في حالة صدمة وحاولت أنام أكتر من مرة، لكن كل ما أغمض عيني أفتكر نظرته وخوفه، فتتفتح عيني وأسأل نفسي: هو كان شايف إيه؟ وإيه اللي ممكن يوصل إنسان للخوف بالشكل ده؟ فضلت في الدوامة دي لدرجة حتى ما قدرتش استحمل افضل قاعدة لوحدي في الأوضة، عيني عمالة تروح في كل مكان كأني خايفة اشوف اللي كان مخوفه. فقمت وخرجت قعدت في الصالة احاول اشغل نفسي، مسكت كتاب اقراه عشان الهي نفسي، لكن ما كنتش مركزة في حرف واحد.
وكل شوية ألاقي نفسي برفع عيني وأبص حواليا وأتأكد إن مفيش حاجة، وفضلت كده لحد ما النهار طلع والبيت بدأ يصحى واحدة واحدة. وبعدها بشوية دخلت أعمل قهوة، حطيت الكنكة على النار ولفيت أجيب الكوباية، ولما بصيت تاني قدامي كان في حد واقف قدامي لثواني قليلة جدا. أنا اتخضيت لدرجة إن الكوباية وقعت من إيدي اتكسرت وقلبي كان هيقف. مامتي دخلت بعدها بثواني بسرعة وهي مخضوضة وبتقولي في ايه. كنت لسه بص على نفس المكان وبعدين بصيت لها وقلت لها مفيش، اتخيلت بحاجة بس واتخضيت. بصيت لي باستغراب شوية وبعدين ساعدتني ألم الإزاز ومشيت. وقتها أنا حاولت أستوعب، هو أنا فعلا شفت حد ولا أنا اتهيألي؟ ما كنتش فاهمة أنا مالي من امبارح، هل ده من كتر التفكير ولا من قلة النوم، ولا أنا فعلا بقيت أتخيل حاجات مش موجودة. ومن بعد اللحظة دي ما كنتش مرتاحة، ومهما حاولت أشغل نفسي كان في حاجة جوايا رافضة تهدى. عشان كده بقيت معظم الوقت قاعدة مع أهلي، يمكن ده يمنعني شوية من التفكير واللي بقى يحصل لي. وفي مرة كنا قاعدين متجمعين وبنتناقش في حاجات عادية، وفي وسط الكلام بلف وشي عادي لقيت حد قاعد على كرسي جنبنا. كان شكله عادي جدا، راجل كبير شوية في السن، بس ستايل لبسه كان غريب عن اللي متعود أشوفه. وبصراحة وقتها حاولت أتجاهل اللي شايفاه ورجعت كملت كلام تاني وقلت جوايا ما تركزيش يمكن بيتهيألك. بس الفضول خلاني أرجع أبص تاني لنفس الكرسي، والغريب إنه كان لسه قاعد زي ما هو، والأغرب إنه ما كانش باصص لي ولا باصص لحد فينا، كان قاعد هادي وباصص قدامه بنظرة عادية جدا. فضلت مركزة عليه لحد ما سمعت حد بيناديني وبيقولي سرحتي في ايه. بصيت ناحيته وبعدين رجعت بصيت على الكرسي تاني، ما كانش في حد. بصيت حوالينا من غير ما الفت نظر حد من اللي قاعدين، بس ما كانش في اي حاجة غريبة. وقتها دماغي وقفت وحسيت ان السؤال اللي كنت بحاول اهرب منه بدأ يرجع تاني، هو انا فعلا بقيت بشوف حاجات مش موجودة. ومن بعد اللي حصل بقيت من وقت للتاني أشوف حاجات غريبة، أحيانا أشوف حد بيتحرك قدامي، وأحيانا بحس إني شايفة زي هالة سودة لثواني بسيطة وبعدها تختفي كأنها ما كانتش موجودة من الأساس. وفضل الوضع كده فترة، لا أنا فاهمة إيه اللي بيحصل ولا قادرة أقنع نفسي إنه طبيعي. وفي يوم وأنا خلاص كنت بروح في النوم سمعت صوت. إيه الصوت ده؟ أنا عارفاه كويس، بس أول مرة يكون واضح بالشكل ده كأنه بيناديني. كان صوت خبطات بسيطة بس واضحة ومنتظمة. رفعت راسي وبصيت حواليا، الصوت كان جاي من برا الأوضة. قمت من مكاني وبدأت أتحرك ناحيته، لكن كل ما كنت بقرب كان بيبعد بس ثابت ومكمل. فضلت ماشية وراه لغاية ما وصلت عند أوضة، مش أوضة حد في البيت، أوضة بنقعد فيها أحيانا بس مش كتير. المهم إني وقفت قدام الباب شوية، لقيت الصوت جاي من جوه. فتحت الباب وفي نفس اللحظة الصوت وقف، بس في آخر الأوضة دي كان في كومود عليه أباجورة وكانت عمالة تنور وتطفي بهدوء. قربت منها ولما وصلت عندها النور ثبت. بدأت أبص حواليا كويس، في الأول ملقتش حاجة وبدأت أتوه تاني لغاية ما لمحت حاجة صغيرة ظاهر جزء منها من تحت الكومود. مسكتها وبصيت فيها، كانت عبارة عن بوصلة صغيرة أول مرة أشوفها في البيت. بس أول ما ركزت فيها كويس حسيت إني اتسحبت جوا مشهد، وفجأة لقيت نفسي واقفة في مكان غريب. في الأول افتكرت إني بحلم، بس كل حاجة حواليا كانت واضحة بشكل مرعب لدرجة إني كنت حاسة إني واقفة هناك بجد. المكان كان عامل زي مدينة كبيرة، بس الغريب فيها إنها ما كانتش شبه أي مكان طبيعي. كان في جزء منها شكله حديث، مباني طويلة وأنوار وشوارع واسعة وكل حاجة فيها متطورة. لكن في نفس الوقت كان في جزء تاني قديم بشكل غريب، مباني قديمة جدا وأغلب حيطانها مشققة وطريق مختلف وناس لابسين هدوم عمري ما شفت حد لابس زيها قبل كده. والأغرب إن كل ده كان موجود مع بعض في نفس المكان، كأن كل حاجة متداخلة ببعضها بشكل غلط. فضلت أبص حواليا ومش فاهمة إيه اللي أنا شايفاه، والفكرة إن الناس كانت بتتحرك بشكل طبيعي، لكن أغلب الناس اللي ركزت فيهم كانت ملامحهم غريبة. في منهم اللي حسيت إن نظرته فاضية تماما كأنها بلا تفاصيل ولا مشاعر، وفي اللي شكله مرهق بس نظرته تحس فيها خوف بحذر. المشكلة إن محدش كان مستغرب من أي حاجة من اللي حواليه، كأن ده بقى الطبيعي بالنسبة لهم. ووسط كل ده بدأت أخد بالي من حاجة تانية، كان في كيانات أو أشكال غريبة وسط الناس، بعضهم شكلهم كان مرعب وواضح بشكل مخيف وبعضهم ما كانش واضح بالكامل.
مجرد هيئات سودة باهتة وسط الزحمة، وكانوا موجودين وسط الناس بشكل عادي جدا كأنهم بقوا جزء من المكان. فضلت واقفة مش قادرة استوعب كل اللي حواليا، بحاول أفهم ازاي كل دول موجودين مع بعض وازاي محدش شايف ان ده غلط، لغاية ما عيني وقفت على حاجة بعيدة شوية. كان في شخص واقف الناحية التانية بعيد عن كل اللي بيتحرك حواليه، ما كانش واضح كفاية وما كانش بيتحرك خالص، كان واقف بس وكأنه بيتفرج على المشهد بنفس نظرتي. ويمكن دي أكتر حاجة شدتني في كل اللي شايفاه، إن وسط كل الحركة والفوضى اللي حوالينا كان هو الوحيد اللي ثابت بشكل مريب. وقبل ما أقدر أفهم أي حاجة أكتر اختفى كل حاجة فجأة، ولقيت نفسي واقفة في نفس الأوضة والبوصلة لسه في إيدي. أنا فضلت بص للبوصلة اللي في إيدي وأنا عمالة أفكر أنا شفت كل ده إزاي، وبدأت أرجع لكل التفصيلة شفتها. المدينة كان في جزء منها حديث وجزء قديم، والاتنين في نفس المكان كأن ده شيء طبيعي. ازاي كل الحاجات دي كانت موجودة مع بعض بالشكل ده، والناس اللي كانوا بيتحركوا عادي جدا ولا كأن في أي غلط حواليهم، مع إن كل حاجة هناك كانت غلط. هو ليه محدش كان مستغرب؟ خصوصا الأشكال اللي كانت وسطهم، بعضهم كان واضح وبعضهم كان مجرد هيئات باهتة وسط الزحمة. هما دول كانوا ايه بالظبط؟ لغاية ما دماغي وقفت عند آخر حاجة شفتها قبل ما كل شيء يختفي. الشخص اللي كان واقف بعيد وبالرغم من كل الحركة والفوضى دي كلها كان ثابت بشكل غريب. ده كان ايه؟ وليه هو الوحيد اللي كان مختلف؟ فضلت بصة قدامي فترة طويلة بحاول أجمع أي حاجة من كل ده، لكن كل سؤال كان بيجيب وراه سؤال تاني من غير أي إجابة واحدة حتى. رجعت بصيت للبوصلة مرة تانية شوية، اشمعنى البوصلة هي اللي وريتني كل ده؟ الصوت رجع لي دلوقتي، وليه اختفى كل الفترة دي؟ ساعتها لقيت نفسي بسرح في كل اللي حصل من البداية، وكل ما كنت أفتكر حاجة أفتكر إن كان في حاجة قبلها خدتني ليها. وقفت لحظة عند الفكرة دي، ثواني، كل مرة بوصل لحاجة كان في حاجة قبلها بتاخدني ليها. صح، أنا فضلت أحاول أكمل التفكير من النقطة دي، بس الأفكار كلها كانت داخلة في بعضها بشكل خليني مش قادرة أثبت على نقطة واحدة أبدأ فعلا منها. دماغي فعلا وقفت تماما، وكنت شايفة إن بالطريقة دي مش هوصل لحاجة، خصوصا إني كنت خلاص بنام وكل ده حصل بسرعة. بس المشكلة إني حتى لو حاولت مستحيل أقدر أنام، دماغي مش هتسكت. خرجت من الأوضة على المطبخ، عملت قهوة ورجعت على أوضتي وجبت كل حاجة ليها علاقة باللي حصل من البداية، الكتب، الساعة، الورقة والبوصلة، وحطيتهم قدامي كلهم على المكتب. وطلعت ورقة وقلم وقعدت وفضلت بصل الحاجات دي كلها شوية بصمت تام. والأول مرة حسيت إني مش محتاجة أفهم اللي حصل النهاردة، أنا محتاجة أرجع وأفهم كل حاجة حصلت من البداية. مسكت القلم وكتبت الحاجات اللي قدامي وبدأت أوصل بينهم بخطوط بسيطة، لكن بعد ثواني وقفت وبصيت للورقة شوية. لأ، دي مش البداية أصلا، لأن الكتب نفسها ما جاتش لوحدها. رجعت بالقلم لفوق وكتبت كلمتين بس، أول ظهور. وساعتها لقيت نفسي بسرح في كل اللي حصل من أول يوم. بدأت بإحساس إن في حاجة موجودة، بعدين بخطوات، ومقبض الباب، الكرسي، وصوت النفس، وكل الحاجات اللي وقتها كنت بحاول أقنع نفسي إنها تهيؤات أو أوهام وخلاص. فضلت أوصل بين الحاجات قدامي واحدة واحدة، وكل ما كنت أبص للتسلسل أكتر كنت أحس إن في حاجة غريبة فيه. الصوت ظهر، وبعدها الكتب خدتني للساعة، والساعة وصلتني للاسم، والاسم وصلني للورقة، والورقة خلتني أشوف عمرو. وبعدها بدأت أشوف حاجات تانية، الشخص اللي ظهر قدامي في المطبخ، والراجل اللي كان قاعد وسطنا، والهالات السودا اللي بقيت أشوفها من وقت للتاني. وبعدها البوصلة، وبعدها المدينة اللي مش مفهومة. فضلت أبص للتسلسل أكتر من مرة، وحسيت إن المرة دي شايفة كل اللي حصل مرة واحدة، لأن طول الوقت كنت بفكر في كل حاجة لوحدها لكن عمري ما جمعتهم بالشكل ده. رجعت أفكر في الكتب شوية، وقتها فضلت أدور فيها كتير وأحاول أفهم ليه ظهرت أصلا. لكن دلوقتي وأنا بصل كل اللي حصل بعدها حسيت إن يمكن المهم مكانش الكتب نفسها، يمكن المهم إني آخد بالي منها. ومن هنا بدأت أتعمق أكتر في التفكير، ورجعت للصوت. الغريب إني من أول يوم كنت بخاف منه، لكن لما افتكرت كل مرة ظهر فيها اكتشفت إن كل مرة كان بيظهر بعدها حاجة جديدة. فضلت أبصل كل اللي كتبته قدامي وأنا بحاول أفهم إذا كان ده معنى حاجة فعلا، ولا أنا اللي بربط كل حاجة ببعضها وخلاص عشان أبرر لنفسي.
بس مهما حاولت أتجاهل الفكرة كان في حاجة جوايا بتقول إن في رابط فعلا بين كل ده. وقتها مسكت الورقة اللي عليها كلام عمرو وقريت المكتوب فيها من أول وجديد. في حاجة بتحصل معايا غريبة، وبدأت أخاف لأن الموضوع بيكبر. وقفت عند الجملة دي شوية، لأنها المرة دي خلتني أفتكر حاجة تانية. من بعد ما شفت عمرو بدأت أشوف حاجات أكتر. في الأول كان مجرد شخص بيظهر لثواني ويختفي، وبعدين بقيت أشوف ناس غريبة وسط الناس الطبيعية، وهالات سودة بتظهر وتختفي. وبعدين وصلت للمدينة. فضلت أفكر كتير في النقطة دي، يمكن كل ده ملوش علاقة ببعض أصلا، ويمكن ليه. لكن الحاجة الوحيدة اللي مقدرتش أتجاهلها إن اللي كنت بشوفه فعلا كان بيزيد. رجعت أبص على الورقة مرة تانية، ولو اللي شفته ليه علاقة باللي كان بيحصل له، يبقى هو كان شايف إيه؟ سرحت شوية، لأن في حاجة تانية كانت مضايقاني أكتر. أنا لحد دلوقتي ما وصلتش للخوف اللي شفته في عينيه ولا للحالة اللي كان فيها. فلو فعلا كان بيمر بحاجة شبه اللي بمر بيه، يبقى إيه اللي وصله لكده؟ وإيه اللي شايفه أنا لسه ما وصلتلوش؟ رجعت سندت ظهري وبصيت قدامي، وحسيت إن كل ما كنت أحاول أفهم أكتر الأسئلة برضه كانت بتزيد أكتر. رجعت بعيني للتسلسل اللي قدامي على الورقة من أول ظهور لحد المدينة، وكان في حاجة واحدة بس كل ما أبص عليها ترجع تفرض نفسها على تفكيري. إن كل اللي حصل ده ما كانش شكله عشوائي ولا منفصل عن بعضه بالشكل اللي كنت فاكراه. كأن في اتجاه معين كل حاجة كانت بتدفعني ناحيته خطوة بخطوة. والأول مرة حسيت إني شايفة الاتجاه بالشكل ده. لكن وقتها ظهر سؤال تاني: ليه الاتجاه ده أصلا؟ ورايح على فين؟ وإيه اللي مستنيني في آخره؟ والأهم، ليه البوصلة كانت موجودة في الأوضة دي بالذات؟ وليه الرؤية حصلت هناك؟ ليه مش في أوضتي مثلا، أو في مكان تاني؟ أخدت البوصلة واتحركت للأوضة مرة تانية، وبدأت أدور فيها من جديد. يمكن في حاجة فاتتني أو مخدتش بالي منها. دورت في كل مكان أكتر من مرة، لكن في الآخر ملقتش حاجة جديدة. وساعتها وقفت مكاني وأنا حاسة بيأس وإرهاق فظيع، لدرجة إن حسيت إن دماغي نفسها بدأت ترد عليا: كفاية، اللي بتعمليه ده ملوش هدف. غمضت عيني وأخدت نفس، ووقتها سمعت صوت ففتحت عيني بسرعة، ولقيت نفسي واقفة قدام مشهد كان أشبه ب3D. عمرو كان قاعد على المكتب وفي إيده الساعة، كل شوية يرفعها ويبص فيها وبعدين يرجع يبص قدامه ويخبط بصوابعه على المكتب ويرجع يبص تاني للساعة. فضل على الحال ده فترة لحد ما وقف أقرب الثواني، ثبت نظره عليه لحظة، وقام من مكانه واتحرك ناحية الأوضة اللي أنا واقفة فيها دلوقتي. وأول ما فتح الباب ودخل اختفى المشهد من قدامي. وقتها فضلت أحاول أربط اللي شفته ببعضه. الساعة ظهرت قبل كده، والبوصلة ظهرت قبل كده، وكل حاجة منهم خدتني لحاجة بعدها. ساعتها حسيت إني بفكر فيهم بالطريقة الغلط. يمكن المهم ما كانش معناهم أصلا، يمكن المهم بيعملوا إيه. عمرو كان مستني وقت محدد، ولما الوقت ده جه اتحرك والبوصلة كانت موجودة هنا في نفس المكان اللي جه ليه. فجأة حسيت إن الفكرة كلها اتغيرت في دماغي. يمكن البوصلة ما كانتش بتوريني بس حاجة، يمكن كانت بتوجهني لحاجة. وقتها بس حسيت إن بقى عندي جزء من اللي ناقصني: توقيت واتجاه. المشكلة الوحيدة إن لسه ما كنتش فاهمة هيوصلني لإيه، لكن كفاية إن من فترة طويلة حسيت إني ماشية في طريق واضح، مش مجرد بجمع حاجات وخلاص. خرجت من الأوضة وأنا راجعة لأوضتي وسرحانة في التفكير. وقفت لحظة واستوعبت إن عديت من جنب حاجة. لفيت أشوف إيه اللي عديت من جنبه ده. لقيت شخص واقف جنب الحيط، راسه كانت نازلة لتحت وكتافه نازلة لقدام بشكل غريب. ساعتها لقيت فضولي بيسحبني إني أقرب منه أكتر، وأنا متخيلة إنه هيختفي أول ما أقرب له. لكن اللي حصل خلاني أصرخ من الخوف وأقع على الأرض وأحاول أخبي وشي بإيديا عشان ما أشوفش اللي أنا شفته تاني. لأن اللي شفته في اللحظة دي ما كانش زي أي مرة قبل كده. هو بصلي بشكل مباشر، ووشه كان باهت بشكل غريب، وعينيه ما كانتش موجودة أصلا، كانت فاضية تماما. بعدها بثواني سمعت أصوات أبواب بتتفتح، وحسيت بحد بيحضني، ولقيت ماما بتسألني في إيه، مالك، إيه اللي حصل. لكن أنا ما كنتش سامعة منها غير أجزاء بسيطة. رفعت عيني بخوف وبصيت لنفس المكان. كان لسه واقف زي ما هو، وكان باصص لسه عليا. لقيتني بشاور على مكانه وأنا بترعش وبقول لهم في حد هناك، وواقف هناك. الكل بص للمكان ورجعوا بصولي باستغراب من غير ما حد يقول حاجة.
فضلت أبص عليه وأنا مش فاهمة إزاي محدش شايفه، هو هناك قدامكم. لكن كل ما حد يبص يرجع ويقولي مفيش حد، وهو فضل واقف شوية بنفس الشكل، وبعدين بدأ يتحرك بهدوء جدا. لف جسمه ببطء لكن عينه فضلت عليا لغاية ما جسمه بقى في اتجاه تاني خالص. ساعتها لف وشه هو كمان ومشي بكل هدوء. الليلة دي معرفتش أنام من الخوف، كل ما أغمض أفتكر وشه وعينيه المرعبة واللحظة اللي رفع فيها راسه وبصلي، لدرجة إن من خوفي ومنظري مامتي نامت معايا في الأوضة عشان أطمن. لكن حتى ده ما خلانيش أرتاح قوي، كنت كل ما أغمض عيني أفتحها بسرعة وأبص في الأوضة كلها. فضلت كده معرفش قد إيه لغاية ما نمت من التعب. وتاني يوم صحيت مخضوضة كأن مخي لسه واقف عند اللحظة دي. قمت وفتحت باب الأوضة ووقفت شوية بص على نفس المكان كأني لو عديت منه هيحصل حاجة. وبعد شوية تردد بدأت أتحرك بحذر لغاية ما قربت من المكان اللي كان واقف فيه، وعديته بسرعة من غير ما أبص. وخرجت قعدت في الصالة وسط أهلي، مسكت التليفون وبدأت أقلب فيه عشان دماغي تقف. وأنا عمالة أقلب في الفيديوهات لمعت حد معدي قدامي. بصيت تلقائي على أساس إن حد معدي عادي، لكن قلبي كان هيقف لما شفته. كان هو اللي ماشي قدامي. أنا ما قدرتش أتحرك ولا أعمل أي حاجة غير إن أكتم نفسي عشان ما يحسش بيا. لكن لاحظت إنه مش باصص على حد ولا حتى أنا، كأنه مش مهتم أصلا بالموجودين. كان ماشي باصص قدامه وراسه نازلة لتحت شوية، وكان بيتحرك بطريقة غريبة جدا كأن في ديلي في الحركة، وجسمه كله كان ثابت ورجله بس اللي بتتحرك. فضل مكمل لغاية ما دخل ناحية الأوض. وقتها بدأت أستوعب حاجة، هو مش عايزني ولا مركز معايا أصلا، بس فكرة وجوده نفسها في بيتنا وسط أهلي وأنا الوحيدة اللي شايفاه، دي كانت أصعب من أي خوف حسيته قبل كده. وفي اللحظة دي لقيت مشهد عمرو قدام عيني، كأن عقلي بيربط حاجة مشتركة بين المشهدين. افتكرت خوفه وكلامه والتوتر اللي كان فيه، وبدأت أجمع، هو عمرو كان خايف بسبب كده ولا كان في حاجة أصعب بكتير من اللي أنا شايفاه دلوقتي؟ ولو في حاجة أصعب يبقى ده معناه إني لسه هوصل لها. وبعدين فكرت في سؤال أعمق، لو فعلا أنا وعمرو بنعيش نفس الحاجة، يبقى عمرو اختفى فين؟ السؤال ده علق في دماغي لدرجة إني اتلهيت عن الكائن اللي موجود ده، وقمت جبت الساعة وبصيت أتأكد هي كانت واقفة على الساعة كام بالظبط. كانت واقفة على 2 بالليل. فضلت طول اليوم ما بعملش حاجة غير إني مركزة مع كل دقيقة بتعدي لغاية ما الساعة جت 2 إلا 5. أخدت الساعة والبوصلة والورقة واتحركت ناحية الأوضة. وأول ما دخلت الأوضة لقيت البوصلة بدأت تهتز والمؤشر بقى بيتحرك بسرعة جدا بشكل عشوائي. فضل كده ثواني وبعدين ثبت مرة واحدة على اتجاه معين. بصيت على الاتجاه ده لقيت نفس المكان اللي لقيت فيه البوصلة أول مرة. قربت من الكومود وحطيت الساعة والورقة والبوصلة فوقه واستنيت، لكن مفيش حاجة حصلت. فضلت أجرب أي حاجة تيجي في دماغي، أحرك الساعة، أقرب البوصلة، أبعدها، أدوس عليها بشكل عشوائي، أحرك عقارب الساعة واستنى. فضلت في المحاولات دي مش أقل من ساعتين، لكن في كل مرة ما كانش بيحصل أي حاجة. وفي الآخر زهقت وقلت يمكن ده مش الوقت المناسب، يمكن لما أجرب بكرة يحصل حاجة. سبت الحاجة مكانها زي ما هي ورجعت أوضتي ونمت وأنا عندي أمل إني لما أجرب بكرة هوصل لحاجة مهمة. صحيت تاني يوم متأخر شوية، قمت وخرجت من الأوضة ولقيت البيت هادي بشكل غريب. خرجت للصالة ما لقيتش حد. لفيت الشقة كلها وفضلت أنادي لكن ما كانش في حد نهائي في البيت. بصيت في التليفون ما لقيتش أي رسالة حتى. لو كلهم خرجوا كانوا هيسيبولي على الأقل رسالة يعرفوني، والساعة وقتها كانت 2 الظهر، فهيروحوا فين يعني؟ حاولت اتصل بيهم ما لقيتش شبكة خالص في الموبايل. قعدت شوية وجربت تاني برضه مفيش شبكة، واكتشفت كمان ان النت اصلا فاصل. الله، اليوم باين من اوله. بصيت على الراوتر لقيته مقفول، اشغله ما بيشتغلش. استغربت جدا فجربت افتح النور واكتشفت اللي ما كانش ناقص غيره كمان، حتى الكهرباء قطع. فضلت قاعدة شوية ولا الكهرباء رجعت ولا الشبكة اشتغلت ولا حتى حد رجع. انا قلقت جدا عليهم وما كنتش عارفة اعمل ايه. الغريب اكتر اني لقيت الشقة ضلمت بعد حوالي ساعة من صحياني. ما كنتش فاهمة الساعة 2 والدنيا مضلمة ليه كده.
اليوم كان غريب جدا ومستفز. خرجت البلكونة عشان ما اقعدش في الضلمة، كفاية اللي بشوفهم في النور، هستناهم كمان في الضلمة؟ وفي اللحظة دي أنا حسيت إن في حاجة غلط. الدنيا كلها مغيمة بشكل غريب ولا كأننا المغرب، والعماير اللي قدامي ما كانتش هي اللي متعودة أشوفها كل يوم. فضلت بصة شوية أحاول أفهم أنا شايفة إيه، لكن كل ما ركزت أكتر كل ما حسيت إني مش فاهمة حاجة. في ناس كانت ماشية تحت عادي، لكن المكان نفسه كان مختلف تماما. دخلت لبست بسرعة ونزلت. أول ما خرجت الشارع فضلت ماشية وأنا مصدومة وبحاول أفهم أنا فين ولا إيه اللي حصل في الدنيا، لكن في نفس الوقت كان في جوايا إحساس إن في حاجات كتير شكلها مألوف، لكن في نفس الوقت حاسة أول مرة أشوفها. فضلت أمشي وأبص على الشوارع والمباني حواليا، والغريب إني لما بدأت أطلع للشوارع العمومية وأماكن فيها ناس أكتر كنت حرفيا حاسة إني بحلم. لا، أنا متأكدة إني بحلم. أنا شايفة أشكال غريبة وسط الناس رايحة وجاية، واللحظة فكرت إني بقالي كتير بشوف حاجات وأشكال غريبة، بس اللي ما كنتش فاهماه الناس اللي عينيهم بتروح عليهم ويبعدوا من جنبهم ويوسعوا لهم الطريق، لا دول شايفينهم، أنا متأكدة. وفضلت على الحال ده ماشية في حالة صدمة لغاية ما قابلتني ساعة كبيرة في ميدان، وساعتها عرفت الدنيا مغيمة ليه. لأن الساعة في اللحظة دي قدامي كانت 6:15. استغربت وطلعت الموبايل من جيبي وبصيت فيه. الساعة 2. ازاي وانا صاحية 2 اصلا؟ ولما نزلت يعني نقول المفروض تكون حوالي 3:30، 4 بالكتير، لكن 6. والساعة ليه واقفة اصلا في التليفون؟ رفعت عيني للساعة تاني ووقفت مكاني شوية احاول افهم ايه اللي بيحصل، وبدأت ألف حوالين نفسي أشوف المكان اللي واقفة فيه كويس. وفي اللحظة دي أنا فضلت أدعي إني أصحى من النوم وأكون بحلم، لأن وقتها أنا عرفت شفت المكان ده فين قبل كده. أنا شايفة المكان اللي شفته قبل كده. أنا واقفة في ميدان والمدينة حواليا تحسها مقسومة لنصين، جزء منها حديث جدا والجزء التاني قديم جدا، والناس رايحة جاية عادي بس حتى لبسهم مش شبه بعض. أيوة، والكيانات اللي بشوفها هي نفس الكيانات اللي شفتها برضه في الرؤية، وهي نفس الكيانات اللي هنا، بس أنا كنت بشوفهم لوحدي. دي الناس هنا بتتعامل معاهم كأنهم حاجة طبيعية. لحظة، الساعة واقفة على 2؟ يعني إيه؟ أهلي؟ أهلي فين؟ أنا ما فكرتش في أي حاجة غير إني ماشية أدور على أي حد من أهلي. فضلت ألف أكتر من مرة في كل مكان. المكان كله ما كانش كبير للدرجة، بس كان مختلف كفاية إنك فعلا تشوف إن كل حاجة غلط. فضلت أجري وأدور لغاية ما عيني جت على حد. فضلت واقفة أتأكد، أبص كويس. هو مش ده عمر؟ إزاي؟ يعني إيه اللي بيحصل ده؟ قربت منه وأنا مش قادرة أتمالك أعصابي خلاص، وقلت له عمرو. رفع راسه وبص لي وهو ساكت. قلت له انت عمرو؟ قال لي انت تعرفيني منين؟ في اللحظة دي مسكت دماغي وبقيت عمالة ألف حوالين نفسي وأنا عمالة بقول ازاي انت عايش كل ده؟ طب كنت فين؟ أنا كنت حاسة إني هتجنن أو هيحصل حاجة لمخي. قال لي بس اهدي، في إيه؟ انت مين أصلا وتعرفيني منين؟ قلت له أنا شفتك، انت اللي وريتني المكان ده ودلوقتي انت هنا، يعني ايه؟ هز راسه وقال لي انا مش فاهم منك حاجة، واحدة واحدة عشان افهم. انت مين بس الاول وشفتيني فين وتعرفيني منين؟ قلت له انا ليال، وبدأت احكي له كل حاجة من البداية خالص لغاية اللحظة دي. هو كان عمال بيسمعني وباصص قدامه ساكت تماما، ولما خلصت كلامي هو فضل بنفس الشكل باصص قدامه ساكت. لفيت راسي وبصيت على المكان اللي باصص ليه. شفت واحد من الكيانات الغريبة اللي بقت مالية كل حتة. شكله كان قريب من شكل الإنسان بس أطول، وجسمه رفيع بشكل غريب، وإيده كانت طويلة زيادة عن الطبيعي، والغريب إنه كان واقف وباصص في الأرض. رجعت بصيت لعمرو تاني، لقيته بيبتسم ابتسامة مكسورة وبيقولي هو ده سبب كل اللي بيحصل. بصيت للكائن وبصيت لعمرو تاني، قلت له يعني إيه؟ ومين ده؟ قال لي ده اللي وصلك لهنا. وبعديها بصلي وقال لي أهلا بيكي في العالم الرابع. قلت له عالم رابع؟ يعني إيه عالم رابع؟ قال لي الحياة مش ماشية بالشكل اللي احنا متخيلينه، مش ماضي وبعد حاضر وبعد مستقبل، التلاتة موجودين في نفس الوقت، لكن كل زمن منهم مفصول عن التاني بالكامل، ومحدش يقدر يتخطى الحاجز اللي بينهم إلا في وقته المناسب، وساعتها بس يقدر ينتقل للزمن اللي بعده. بصيت له وقلت له ده ايه علاقته باللي بيحصل؟ قال لي الكيان اللي قدامك ده جاي من المستقبل،
وبطريقة ما قدر يتواصل مع إنسان من الماضي. معرفش مين وصل للتاني الأول ولا إزاي حصل ده، بس دي مش أهم حاجة. قلت له أمال إيه المهم؟ قال لي المهم إن الاتنين كان عندهم فضول وكانوا عايزين يعرفوا إيه اللي موجود في الزمن التاني، فقرروا يجربوا يبدلوا أماكنهم، الكيان يروح للماضي والإنسان يروح للمستقبل وبعدين يرجعوا تاني. لكن أول ما حصل التبديل اتعمل شرخ في الحاجز اللي بيفصل بين الأزمنة، والشرخ ده فضل يكبر مع الوقت وتسبب في خلل بين الأزمنة كلها، وبقى كل فترة زمنية معينة الحواجز تضعف أكتر، وساعتها الكسر يبدأ يسحب حاجات عشوائية من كل زمن، ناس وكيانات وأماكن وحاجات تانية كتير. ومن هنا اتوجد المكان ده، العالم الرابع. قلت له وانت؟ قال لي انا مريت بكل اللي انت حكيتيه واكتر كمان، لحد ما وصلت لمرحلة عقلي ما قدرش يستوعب اللي بيحصل حواليا وبقيت اشوفه. بصيت للكيان وقلت له طب ليه المشكلة دي ما اتحلتش؟ هي ملهاش حل؟ قال لي لا، بس الانسان اللي عمل التجربة دي مات قبل ما يوصل للحل، مات موتة طبيعية، وعشان كده مفضلش غير نص السبب. قلت له يعني ايه؟ قال لي زي ما اللي حصل كان بسبب إنسان وكيان، الحل برضه لازم يكون بين إنسان وكيان، ما ينفعش طرف واحد يعمله لوحده. ولأن السبب جه من الماضي والمستقبل، فالحل لازم يجي من الحاضر والعالم الرابع. وعشان كده انت هنا وأنا كنت قبلك، وكان في غيرنا قبلنا، ولو ما اتحلتش هيبقى في بعدنا، لغاية ما يحصل حاجة من الاتنين، يا إما الشرخ يتلحق يا إما يفضل يزيد كل دورة زمنية لغاية ما الوقت ينتهي. وساعتها وحسب ما فهمت بعد كل السنين دي إن العالم كله هيتدمر. سكت شوية وبعدين كمل وقال وللأسف أنا كمان مش بريء من اللي حصل، لأن أنا كمان سبب في وجودك هنا دلوقتي. قلت له ليه؟ وإيه علاقتك بالموضوع؟ وإيه علاقتي أنا كمان بيه؟ وليه اختارني أنا؟ هز راسه وقال لي هو ما اختارنيش ولا اختارك، احنا اللي فهمنا وجوده واحنا اللي كملنا وراه بمزاجنا. وكل ما بتفهمي أكتر بتشوفي أكتر. بص في الأرض شوية وقال وانتي هنا دلوقتي بسببي، لأني كنت خايف وكنت أناني. قلت له أناني ازاي؟ قال لي عشان الشرخ يتقفل والحاجز يرجع زي ما كان، لازم ده يحصل هنا في العالم الرابع، ولازم الإنسان والكيان يجتمعوا مع بعض ويعترفوا بوجود بعض وبكل اللي حصل وبكل الأزمنة. وبعدها لازم الإنسان ياخد القرار بوعي كامل ولازم يقبل التمن. قلت له والتمن إنك تفضل هنا؟ هز راسه وقال لو حصل ده كل حاجة هتفضل زي ما هي، مش هترجع، هيتحافظ بس على اللي لسه موجود، أما اللي اتسحبوا لهنا فهيفضلوا هنا للأبد. قلت له يعني أنا أقدر أرجع لو ما قبلتش؟ قال لي تقدري، لأنك جيتي هنا بمزاجك ما اتسحبتيش. قلت له جيت بمزاجي ازاي؟ أنا صحيت لقيت نفسي هنا. قال لي لأ، طول ما انتي كنتي ماشية وراه وبتكملي بنفسك فانتي وصلتي لهنا بنفسك، أكيد وصلتي للطريقة حتى لو من غير ما تاخدي بالك. وفي اللحظة دي افتكرت الأوضة والمحاولات اللي كنت فاكراها إنها ملهاش أي لازمة. بصيت له وقلت طب لو رجعت هيجي تاني؟ وإزاي الكيان كان موجود في الحاضر لو هو أصلا محبوس هنا؟ قال لي في الفترات اللي بيضعف فيها الحواجز بيقدر ينتقل بين الحاضر والعالم الرابع، لكن مش بشكل كامل. قلت له عشان كده كان بيتواصل معايا بالإشارات؟ قال لي أيوة. وساعتها بصلي وقال أنا فكرت في نفس اللي انتي بتفكري فيه، ومش بس فكرت، أنا عملته، رفضت ورجعت للحاضر وكل حاجة رجعت طبيعية وعشت حياتي بشكل طبيعي تماما. لكن بعد كام سنة لما جت الدورة الزمنية اللي بعدها اتسحبت لهنا بشكل عشوائي، وساعتها عرفت إن الرفض مش أمان كامل. قلت له طب والحل؟ قال لي الحل في المكان اللي قدرتي تنتقلي فيه لهنا بنفس الأدوات اللي استخدمتيها. قلت له تقصد الساعة والبوصلة؟ قال لي حسب اللي فهمته منك أيوة، لأني عشت في نفس البيت فترة فهتكون نفس النقطة لأنها أقرب نقطة للحاجز، وبنفس الأدوات اللي استخدمناهم احنا الاتنين للوصول لهنا. لكن ده مش كفاية. قلت له يعني إيه؟ قال لي لازم الكيان يكون حاضر اللحظة دي، لازم هو يعترف بغلطه في نفس المكان وفي وجودك، وانتي كمان لازم تاخدي القرار بوعي كامل وتقبلي الخسارة. وقال لي إن الموضوع مش هينتهي في نفس اللحظة، لازم الدورة الزمنية اللي شغالة تنتهي وتخلص وقتها، وده اللي أنا مقدرتش أعمله من خوفي وعدم قدرة عقلي على استيعاب كل اللي حصل. القرار دلوقتي في إيدك. وسابني ومشي. أنا حسيت إن دماغي وقفت تماما، بقيت قاعدة عمالة أبص لكل حاجة حواليا وأنا مش عارفة هل أقبل بوجودي هنا وننهي المشكلة ولا أرجع وخاطر إن في أي لحظة اتسحب. بس أكتر حاجة وقفتني هي أهلي.
لو أنا رجعت وهم راحوا مني، هل الندم هيفيد بحاجة؟ كان فايد عمر. بقيت حاسة إن في الحالتين خسارة، بس لو اخترت بنفسي يمكن أنا بس اللي أخسر، ولو رفضت يمكن العالم كله يخسر، واللي بعدي واللي بعده برضه يفكروا بنفس الأنانية، ونفضل في نفس الدايرة ومحدش يقدر يحل لغاية ما كل الأزمنة تتدمر. فضلت قاعدة في الحيرة دي لغاية ما جت الساعة 12 وأنا لسه خايفة أخد قرار. الكيان كان واقف قدامي زي ما هو، بس كان باصص لي بطريقة حسيتها كأنه بيقول لي خلينا نلحق اللي باقي. أخدت نفس وقمت من مكاني وقربت منه وقلت له أنا جاهزة. مشينا للبيت، وأول ما دخلت شفت كل الذكريات اللي عشتها فيه، جزء من طفولتي ومراهقتي وكل لحظة عشتها وسط أهلي. كان نفسي على الأقل أقول لهم قد إيه أنا بحبهم وأشوفهم للمرة الأخيرة، وإني هعمل ده بس عشانهم. دخلت الأوضة وأنا بعيط إني مش هشوفهم تاني خلاص، بس كل اللي كنت بفكر فيه إن كفاية يكونوا في أمان. وقفت أنا والكيان قدام نفس النقطة الأساسية، ولما الساعة جت 2 البوصلة اهتزت وقتها بنفس الشكل لغاية ما ثبتت، وطلعت ضوء أحمر خفيف جدا نور 4 مرات وثبت. بصيت للكيان وفضلت مستنية لغاية ما شاور حركة خفيفة، وقتها فهمت إنه خلص دوره. وبدأت أنا كمان أعترف بالغلطة اللي حصلت من الكيان والإنسان، واعترف بالأزمنة كلها وبالعالم الرابع. وقررت بكل وعي، ومسكت الساعة ولفيت العقرب بتاعها 4 لفات كاملين على الساعة 2، وخلصنا كل حاجة. وهو هز راسه كأنه بيشكرني وبيتأسف لي في نفس الوقت، ومشي. وأنا دخلت أوضتي وفضلت قاعدة فيها وأنا مكسورة واستنيت. عدى يوم، في التاني، في التالت، لدرجة إني بطلت أعد الأيام، لغاية ما في مرة وأنا ببص في الساعة لقيت العقارب بتتحرك.